صباح الخير، ازيكم؟ النهارده انا جايه اكلمكم على رضوى الشربيني وياسمين عز. طبعا انا اللي هيخليني اطلع اتكلم على رضوى الشربيني او ياسمين عز تاني ان اللي بعتوا قالوا هي رضوى الشربيني كويسه يعني وياسمين عز لا. هو الموضوع مش كده خالص. هو الموضوع اللي انا عايزه اوضحه ان دي زي دي بالظبط على فكره، ولا دي بتقول حاجه احسن من دي ولا اي حاجه، الاتنين تافهين جدا. بس الفرق ما بين رضوى الشربيني وما بين ياسمين عز ان رضوى الشربيني معد برنامج، يعني بيدور لها اول حاجه على مواضيع يعني ممكن تعقل، ممكن تتصدق. تاني حاجه رضوى الشربيني ممثله هايله، يعني بجد هي لو راحت مجال التمثيل هتنفع. لكن ياسمين عز مش بتعرف تمثل بصراحه، يعني كلامها كله باين ان هو يعني اول حاجه تافه، تاني حاجه مش بتعرف تمثل ان الكلام طلع صادق. لكن رضوى الشربيني بتطلع الكلام صادق من قلبها، تحس كده ان هي بتتكلم بجد. انا عن نفسي كنت بتابع رضوى الشربيني على فكره بالاول، وكنت بصدقها جدا وكنت بحبها جدا. وبعدين الموضوع تطور معاها، هي والمعد بداوا يدخلوا في مواضيع الترندات، وبدا الموضوع يتطور ان هو يبقى تو ماتش و تو انريل، ما يبقاش حقيقي، يعني بيبقى فيك قوي. المواضيع بقت فيك كلها. فانا بطلت اتابع رضوى الشربيني انا من زمان قوي يعني. تاني حاجه عايزه اقولها يا جماعه ان الاعلام المصري لازم بجد يغير الموضوع، يغير النظام. لان في ناس كتير جدا قاعده في بيوتها بسيطه مش متعلمه، والاعلام المصري هو اللي بيوصل المعلومه والثقافه للناس. وطول ما هو بينزل حاجات هابطه وحاجات لا تعقل وحاجات يعني مش صحيحه، انتوا فكروا كويس، انتوا كده بتبنوا جيل جاهل. لما بتحط في عقل الاطفال الصغيرين اللي هم مش في اطفال كتير جدا ما بيروحوش مدارس في مصر وكل حياتهم التلفزيون، وفي ناس كبيره ما اتعلمتش، وناس بسيطه جدا ما بتعرفش اي حاجه غير التلفزيون. انتوا بتوصلوا لهم معلومه خلال التلفزيون غلط، بس هو ما يعرفش غير التلفزيون، فهو بياخد المعلومه دي وهي دي بتاعته، هي دي الصح. فالاعلام المصري بقى هابط جدا، بقى جاهل جدا. بقوا بيجيبوا في برامج حواريه واجتماعيه حاجات يعني حتى ما توصلش حتى المستوى العقلي بتاع الناس البسيطه دي. فالموضوع بقى تو ماتش قوي. فانا انا حتى ما عادش بتفرج على التلفزيون خالص. بيصعب عليا اتفرج على الحواريين وعلى الناس المذيعين والاعلاميين لما بيقعدوا ويجيبوا مستوى يعني. كل ده عشان بقوا يوتيوبر او بقوا ترند او اي حاجه في الفلوجر وات ايفر يعني. بدأوا يجيبوهم معاهم في البرامج ويسألوهم أسئلة وحاجات غريبة كده بقت بتتعمل في البرامج المصرية. وفي بقى ده حاجة عن بقية البرامج كلها، والممثلين بدأوا يعملوا برامج وبدأوا يبقوا إعلاميين ويجيبوا ناس أنا مش عارفة بيجيبوهم منين أصلا، ويقعدوا معاهم وبيضيعوا وقت المشاهدين ووقتهم. بس ما علينا، كل فئة وكل برنامج وكل ثقافة ولها جمهورها. بس هرجع اقول برضو الناس اللي قاعده في البيت يا جماعه والله العظيم بتتفرج على التلفزيون، وانتوا يعني انا بتكلم على الاعلام المصري لو انت عايز تثقف بلدك وعايز تثقف اهل بلدك، حاولوا تحط لهم حاجه كويسه في التلفزيون، حاجه توصل لهم معلومه اجتماعيه كويسه، معلومه ثقافيه كويسه، معلومه سياسيه كويسه صح. لكن طول ما انتوا بتنحدروا بالمستوى الاعلامي ده، طول ما المجتمع نفسه هينحدر بالمستوى بتاعه التفكيري وكل حاجه. المسلسلات بقت بتجيب جزئيه من الشعب المصري، ما اعرفش هي موجوده ولا مش موجوده، بس انتوا بتدوا فكره للناس، حتى مش المصريين بس، بتدوا فكره للناس اللي بيتفرجوا عليكم في البلاد العربيه التانية ان هي دي مصر. فالموضوع بقى كتير، ده غير بقى ان في اعلاميين زي واحده اسمها بسمه وهبه تقريبا، واسمه بسمه وهبي او وهبه مش عارفه، دي ممكن تطلق مصر كلها في خلال ساعه. هي مش هي لوحدها، هو 3/4 برامج رمضان كانت كلها توقيع في توقيع، يعني هو عشان طبعا يجيب مشاهدين وعشان طبعا يجيبوا ترندات، فبيجيبوا فلان ويقولوا له فلان قال عليك فلان، هو ده كلام مش عارفه ايه، وما يطلعش ما كانش قال عليه مثلا او مش قصده، وتحاول تجر اللي قصادها عشان توقعه في التاني. يعني مش عارفه انت عايزه توقعي الناس كلها في بعضيها عشان تجيبي ترند؟ ايه مستوى البرنامج ده؟ ايه المستوى ده؟ انت لو قاعده سوري يعني، انت لو قاعده على باب بيتك ولا على رصيف في الشارع
وبتتكلمي مع واحده عشان توقعي معاها، توقعي جارتك فيها او توقعيها في جارتك، مش هيبقى بالاسلوب الواطي ده. اسلوب واطي قوي، واسلوب بيئه قوي، واسلوب مش يعني لا يليق باعلاميه. ده لو هي اعلاميه فعلا، انا بقيت اشك ان هي اعلاميه. مش هي لوحدها، انا بتكلم على كل الاعلاميين اللي بداوا ياخدوا نفس المجال بقله ذوق وقله ادب وقله احترام للبني ادم اللي قاعد قصادها. بس انا هرجع اقول برضو الغلط على اللي بيجي يقعد قصادها ويسمح لها انها تتكلم معاه بالاسلوب ده. تاني حاجه الغلط على الناس اللي بتتفرج على البرامج دي. انا مش هتكلم على الفئه البسيطه يا جماعه اللي هو التلفزيون كل حياتها، انا بتكلم عن الناس اللي هم زي بيشجعوا زي رضوى الشربيني وزي ياسمين عز، لما بيتفرجوا عليها ويعملوا لها مشاهده. طبعا لما البرنامج او معد البرنامج او مخرج البرنامج او انتاج البرنامج يلاقي مشاهدات كتير جدا، بالعكس ده هيزود في الموضوع وهيكمل هيستمر في نفس الطريق. وطبعا لانه بيجيب فلوس، ليه لا؟ دلوقتي محدش في مصر، انا مش عارفه بصراحه في الوطن كله، بس الوطن العربي كله، بس انا بتكلم عن مصر. انا شايفه ان محدش في مصر دلوقتي او في الاعلام المصري بيفكر مين اللي بيتفرج على التلفزيون. هما بس بيتفرجوا الترند، هيجيب كام اعلان في برنامجي او في مسلسلي، هيطلع ازاي، كل الحاجات دي. فانا بصراحه يا جماعه انا ولا مع رضوى ولا مع ياسمين ولا مع اي اعلاميه بتطلع حاليا. حتى الاعلاميين الكبار بقى كلهم مستواهم واطي جدا جدا جدا، مستواهم هابط جدا جدا جدا، لدرجه ان اقل ثقافه فكريه ممكن ما اتفرجش عليهم انيمور، لان هم ما ينفعش يعني بيجيبوا حاجات ما اعرفش بصراحه. فانا ضد دي وضد دي، ومش هقدر اقول اي حاجه خالص غير الناس هم اللي بيسمحوا لها تكمل او ما تكملش. وزي ما بتعملوا مقاطعه على الماركات او حاجات معينه اكل وشرب، اعملوا مقاطعه عليه. انا عن نفسي عامله مقاطعه من زمان، انا بس طلعت اتكلم لان ظهر لي بوست كده على الفيسبوك بس فحرق دمي يعني، فطلعت اتكلم لكن مش اكتر. لكن انا ما بتفرجش ولا على دي ولا على دي من زمان جدا. فاللي عايز يقطعها قطعوا، اعملوا مقاطعه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اكلمكم المره الجايه في موضوع جديد. باي باي.